انا ولا ذكرت خالص ولا قلت ان في مثلا حد حسدني من البنات اللي عندي على الصفحة. العين حق، والحسد ممكن يدمر حياة أي حد. البلوجر إسراء أحمد اتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي الساعات اللي فاتت بعد ما أعلنت تأجيل كتب كتابها قبل ميعاده بكام ساعة لسبب صادم. تعالوا نحكي لكم الموضوع ونقول لكم كل التفاصيل بالتفصيل. إسراء أحمد بلوجر مصرية مشهورة على فيسبوك، والمفروض كان فرحها اليومين الجايين. إسراء اتعرضت لحادث صادم قبل كتب كتابها بأيام معدودة، وظهرت بقع دموية في عينيها وفضلت تزيد كل يوم بشكل بشع من غير أي سبب. إسراء نشرت صورها على فيسبوك وقالت إنها نامت وصحيت اتفاجئت باحمرار غريب في عينيها قبل زفافها بأيام قليلة، وفجأة تتحول مأساة إسراء لترند. إسراء كتبت عبر حسابها على فيسبوك: أنا واحدة كان كاتب كتابها كمان كام يوم، وكنت بحضر الفستان والقاعة وتفاصيل كتير قوي. كنت بنزل لكم فيديوهات سلسلة العروسة تكون ازاي، ولما اعمل اي حاجة بوريكم انا بعمل ايه. وقالت كمان: كانت الامور ماشية تمام، طبيعي كان في شوية مشاكل بسيطة وحاجات تضايق بس برضو بسيطة، لكن مش للدرجة دي. نمت وصحيت لقيت عيني بالشكل ده، كشفت والعلاج ولا جايب نتيجة، ولا فاهمة حاجة ولا حد مشخص الحالة ده ايه ولا ده سببه ايه. كل يوم بنام واصحى بتزيد اكتر، فرحي اتأجل وحاجات كتير باظت عندي، غير طبعا النفسية. انا ببص لنفسي في المراية ان انا كنت مفروض اكون عروسة، فجأة بقى ده شكلي. وختمت كلامها وقالت: الحمد لله على كل شيء، بس محتاجة ان انتوا تدعولي دعوة من قلبكم وما تنسونيش من دعواتكم. دكاترة كتير اتكلموا في الموضوع واكدوا انه امر طبيعي بسبب التفكير في مستلزمات الجواز خلى ضغط الدم يرتفع، وانه مفيش داعي للقلق وهترجع لوضعها الطبيعي خلال ايام. اسراء بلوجر شهيرة وليها نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اكيد ما كانتش تتوقع انها ممكن تكون في يوم من الايام ترند بسبب حاجة تحصل لها وتخليها تأجل فرحها بسببها. بس الغريب بقى ان معظم منشورات اسراء على السوشيال ميديا عبارة عن خوف وقلق من الحسد، وانها دايما خايفة يحصل لها حاجة بسبب تركيز الناس معاها. وفي نهاية الفيديو بتاعنا، معقول المثل بيقول اللي بيخاف من العفريت يطلع له؟